على مستوى الرجال بين الإسباني خوزي والإيرلندي أنتوني، ثم رولاند والكازاخستاني سيريك، ثم المنغولي، ثم المغربي والسريلانكي الإسباني حاز على الذهب كما ذكرت. مدربه هو رافائيل لازون 51 سنة. شاهد أن بالنسبة لنزالات أن نركز عنها للرجال ذكرت التي كانت بدأت 1900 هناك منذ ذلك الحين إلا في ألعاب ستوكهولم. وعلى عكس بينما نجد 5 أوزان فقط في صنف السيدات. والإيرلندي هناك فرق بالنسبة للملاكم الإيرلندي أمامنا. هو سنة 2020 عرف بعض الصعوبات بسبب مرض ابنته، من أنه لن يشارك في هذه الألعاب لو لم تتأجل. كانت ابنته الرضيعة في وضعية حرجة جدا، فتقريبا مشيئة القدر فتأجلت الألعاب، وكانت الفرصة للأولمبياد، وتأثرت في نفسيته كثيرا والتأخير. نشاهد هذا الملاكم الروسي الإيرلندي يملكه من خبرة خصمه الإسباني، يعني الإيرلندي 26 سنة. الجولة الأولى أجمع عليها، وأظن أنه تمام الإسباني خوزي بريتونس أطول بقليل من الإيرلندي. الجولة الثانية يا سلام، الثالثة وتبادل لكمات جيد في هذه الثواني الأولى من الجولة الثالثة. يعني يقوم بلفة غير مسموح بها. حقيقة جولة مثيرة جدا. نزال غير من خلال ما نشاهده من ردة فعل من هذا الدقيقة الأخيرة جعل أو دورة الملاكمة في هذا اليوم الأول تقريبا